الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل كلامنا عن قانون الإيجار القديم والمشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وقلنا إن في صراعات وفي اعتراضات وفي تحركات للاعتراض على هذا القانون، وهذه التحركات يعني مش بتتم كده في وطن، لأ دي مترتب لها، وناس الأغلبية العظمى من المستأجرين، قلنا المستأجرين الكويسين خليهم على جنب، اللي راح بيحلوا وبيقولوا لك لأ القيمة الإيجارية قليلة، وراحوا قعدوا مع الملاك واتفاهموا، دي ناس محترمة. بتكلم عن الناس بقى اللي كانوا واخدين القانون ده سبوبة، اللي مأجر من الباطن، اللي عايز يشتري شقة من المالك، اللي قافل شقته وي والكلام ده، اللي كان بيعامل المالك بطريقة غير إنسانية، اللي كان بيرمي فلوس في المحكمة، اللي كان بيقول له اطلع بره مالكش حاجة عندي غير الإيجار، اللي كان يبقى يشوف المحل الناس قاعدين فيه وما يعرفش مين هو قاعد على باب المحل، اللي كان قاعد على باب المحل يقول له لا ما تخلوش يخش، خد اديله الحاجة ديت اكنه بيشحت منه او يعني اديله حاجة لله. فكله لله. الناس دي كلها اتظلمت من لك الظلم. جه الوقت اللي هو يترفع الظلم دوت، لا الناس اللي هو واخدين المكان ده سبوبه ومأجر من الباطن والكلام ده كله قلناه، مش عايزين نعيد. فاتعملت الندوات والاحزاب، وقلنا اعضاء مجلس النواب بيتكلموا احزاب، وليهم هم طلبات، بقول لك هم الملاك، قال لك لا المشروع ده يتلغي، ومفيش حاجه اسمها انهاء علاقه ايجاريه، والزياده دي لا كتيره قوي، خليها تكافل وكرامه زي ال 500 جنيه اقصى، ومفيش حاجه اسمها هنسيب الشقق بتاعتنا على جثثنا، دي احنا ضربنا فيها وعشنا فيها وحيطانها فينا ولمانا، واحنا ارامل واحنا كبار في السن، واحنا عندنا، انا عندي ابناء وانا ارمله وانا كذا وانا كذا وانا كذا وانا كذا، نفس الحالات اللي عندكم عند الملاك، ما بقاش مشكله. طب الحكومه مش هتديكوا شقق؟ لا مش هتدي شقق، هتدينا في المدن الجديده، احنا قاعدين في حتت كويسه، هنروح حتت وحشه وخوف علينا خوفوا، وبيخوفوا الحكومه يخوفوا يعني. لا ده غير كده كمان الاكبر، ان هو بيقول لك لا نلغي القانون. طب وعايزين ايه تاني غير الغاء القانون؟ تشكيل اتحاد اسمه اتحاد شاغلي المستأجرين او اتحاد المستأجرين، يعني كل عمارة يبقى مثلا فيها 20 30 شقة، هنختار 2 3 يبقى رئيس اتحاد شاغلين. مهمتهم ايه؟ يقتطعوا 15% من القيمة الإيجارية ويعملوا صيانة بيها الايه؟ يعني حتى الملك مش هو اللي يعمل صيانة بملكه، لا مش هو اللي هيروح يشتري البويه بتاعته او يشتري الاسمنت او الحديد بتاعه عشان يشتري حاجه اللي هي لا، ده هيخلوا ناس من المستاجرين هم اللي يقوموا بالصيانه دي، يعني حارمينه من ملكه وقيمه ايجاريه وحاجات كتيره جدا. والاخر دلوقتي مش عايزين مشروع قانون، ولا عايزين زياده ايجاريه، ولا انهاء علاقه ايجاريه، ولا تحرير عقد الايجار، وعايزين تدفعوا قيمه ايجاريه. اذا كنتوا ماشيين نزود القيمه الايجاريه شويه ماشي، بحيث لا تزيد عن 500 جنيه، ويتقطع من القيمه الايجاريه دي 15% كل شهر، ونشيلها بقت العماره كومباوند، كل ملاك بقى يعملوا لا، مش هم مستاجرين مش ملاك، ويعملوا اتحاد، يعملوا اتحاد مستاجري العقار، ومهمتهم صيانه هذا العقار. الملك ما يجيش جنب حاجه، لو جه لو بيهد الحيطه مش عارف انت مالكش دعوه، احنا بنعمل صيانه، ولو وقع هيجيبوه. شفت القانون القديم عمل ايه وبيخليهم بيفكروا بطريقه ايه؟ شفت رؤساء الاحزاب اللي ما بيتكلموش بصراحه بعض منهم، شفت بعض الاعضاء اللي لهم مصالح شخصيه وعايزين وعود انتخابيه، وبيقعدوا مع المستاجرين يسروهم ويعملوا هيجان وبتاع ويطلبوا منهم ينزلوا للشارع.
شفنا ده وشفنا دوت، وشفنا قانون الإيجار الأماكن القديم الظالم للوحدات السكنية وغير السكنية. الحكومة شافت كده طلعت المشروع. أنا بقول لك في ظلم، وخاصة الأماكن التجارية مأجرة قانون قديم، عشان ده بيكسب، المحلات بتكسب، المكاتب بتكسب، وتديله فترة 5 سنين كتير. ورغم من عن كده برضه 5 سنين السكن كتير. الناس بتعاني بقالها 70 سنة. الناس اتحرمت من ملكها، الناس اتهانت، الناس ماتت، الناس جالها جلطة، الناس بتشحت ملاك. مفيش رحمة. يا أخي ارحم في الأرض يرحمكم في السماء. يعني ربنا يرحمكم، ادي كل واحد حقه. مفيش فايدة. المهم، حاجة غريبة جدا جدا جدا، المستأجرين بيطلبوا اتحاد مستأجري العقار عشان يعملوا صيانة للعقار بعد ما يخصموا من المالك 15%، كل 15% من القيمة الإيجارية كل شهر، عشان هم اللي يعملوا الصيانة. سبحان الله. زي ما قلتها قبل كده، المالك ما بقاش مالك، واللي مش مالك بقى مالك. قانون في ظروف استثنائية. إن شاء الله إن شاء الله مشروع القانون هيتطبق. ولو في بقى يعني لجان استماع وحوار مجتمعي، قللوا الفترة الانتقالية، ما تزودوهاش بقى. قللوا الفترة، 5 سنين كتير، خليها 3 سنين وسنة للتجاري. المفروض سنة و6 أشهر عشان الاحتلال ده يخلص. عايزين نخلص الاحتلال. الدولة اعترفت ان ده قانون سيء، عايزين نلغيه. ان شاء الله مكملين معاكم الى ان يتلغي هذا القانون باذن الله، ويطبق قانون جديد فيه قيمة إيجارية وفترة انتقالية. يعني قيمة إيجارية يعني أقل من السوق بحاجة بسيطة، أو نص السوق يا عم، وفترة انتقالية تكون بسيطة إن شاء الله. شكرا.